موائد الرحمن من أهم عادات رمضان، تلاقيها موجودة في كل مكان، وده دليل على حب الإنسان لأخوه الإنسان. ودي عادة مش جديدة، لأ دي موجودة من زمان. بدأت إمتى وإزاي؟ أهو ده اللي هنعرفه في اللي جاي. البداية كانت في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لما كان في المدينة المنورة وجه وفد من الطائف يعتنقوا الإسلام، فكان الرسول بيبعت لهم الفطار والسحور مع بلال بن رباح بكل اهتمام. ومع مرور الوقت والأيام بدأ الخلفاء الراشدين يعملوا زي ما كان الرسول بيعمل بالتمام، لحد ما جاء عمر بن الخطاب عمل دار للضيافة يفطر فيها كل الصايمين من العوام. بعد كده جاء أحمد بن طولون في العام الميلادي 880 وعمل أول مائدة رحمن للمصريين، وقال إنها تستمر طول شهر رمضان تفطر الصايمين. فضلت ساعتها موائد الرحمن مستمرة شوية حلوين، واختفت بعد كده شوية من السنين لحد ما ظهرت تاني في عصر الخليفة الفاطمي عمرو بن العاص، وكانت بتتعمل ويفطر منها أهل جامع عمرو بن العاص. وبعد ما كانت شيء جميل ومحبوب اختفت تاني في عصر المماليك والعثمانيين بسبب الحروب. في القرن العشرين بقى بدأت موائد الرحمن في الظهور من تاني، وده من خلال بنك ناصر الاجتماعي اللي كان بيهتم دايما بالجانب الإنساني. وكانت بتتعامل موائد الرحمن من أموال الزكاة جنب جامع الأزهر، ومن ساعتها وفضل مشهد موائد الرحمن في شوارع مصر بتظهر. سؤال الحلقة وده سهل بقى، في أي قرن بدأت تستمر موائد الرحمن حتى وقتنا هذا؟ ودي كانت حكايتنا النهاردة. استنونا بكرة في حكاية جديدة نتمنى تبقى ليكم مفيدة، ويا رب تقضوا خلال شهر رمضان أيام وليالي سعيدة. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير. رمضان